هلا رح نقرأ حصيلة الانتهاكات على مدار 3 سنوات في المنطقة المحتلة. حصيلة الانتهاكات الدولة التركية وفصائل الجيش الوطني ما يسمى بالجيش الوطني السوري. طبعا الحصيلة هاي بالتنسيق بين مكتب التوثيق في لجنة مهاجري سريكانية ورابطة التآزر هفدستي بموجب عمل المكتبين توصلنا للنتائج او الحصيلة. طبعا الحصيلة هاي اكيد ما راح تكون شاملة، راح تكون قليلة طبعا على موجب سياسة السياسة المتبعة بالمناطق المحتلة. الاعتقالات 511 حالة اعتقال، من بين 68 امرأة و42 طفلا. أكثر من 12 حالة اغتصاب ما بين القاصرات والقاصرين. 185 شخص على الأقل تم إخفائهم قسرا. طرد وترحيل أكثر من 470 عائلة بعد عملية الاجتياح والتهجير اللي صار يعني خلال هالفترة هاي. حالة تعذيب 5 أشخاص على الأقل قضوا تحت التعذيب. المحتجزين اللي تم نقلهم إلى تركيا 48 محتجز حتى الآن بأحكام تتراوح بين 13 وحتى السجن المؤبد. عدد الكرد المتبقين من المكون الكردي بحدود 44 شخص. طبعا نسبة المكون العربي السكان الأصليين المتبقين في المدينة تحت 12% من الرقم الموجود سابقا. الأخوة اليزيديين الحصيلة طبعا الحصيلة اللي بإيدنا بحدود 3 إلى 4. نحن وثقنا أنه 3 أشخاص. من المكون المسيحي بحدود 9 أشخاص. باقي المكونات طبعا ما في يعني الغالبية مهجرين. المكون الشيشاني الرقم طبعا ما حصلنا على رقم دقيق. مقتل 56 مدني أو استشهاد بينهم 4 نساء على يد العصابات المسلحة والجيش التركي. 11 شخص تم تصفيتهم ميدانيا. التهجير أكثر من 150 ألف شخص من سكان المدينة سريكانية والتل أبيض طبعا بين نازح ومهجر. أكثر من 85% من سكان راس العين سريكانية لم يعودوا إلى منازلهم. أكثر من 2500 عائلة، طبعا العدد أكبر من هيك، تم توطينهم في المستوطنات أو ضمن المدن والقرى. أكثر من 55 عائلة من عوائل داعش يعني وأسر داعش، تنظيم داعش الإرهابي، الغالبية من الجنسية العراقية، تم توطينهم في منازل تم الاستيلاء عليها. تغيير معالم القرى والمدن، نسبة التغيير بحدود 95% من حيث الأسماء، وخاصة القرى الكردية والمكون يزيدي وباقي المكونات الأخرى التسميات الأخرى. جرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وتحويلها إلى مقرات عسكرية وتدريبية، والبدء ببناء مشاريع استيطانية. تجريف 3 قرى بشكل نسبي، وتجريف قرية بالكامل هي قرية عين حصان من قبل المجموعات المسلحة بإعاز وتوجيه من الدولة التركية. تحويل 10 قرى إلى مقرات عسكرية بعد طرد المدنيين. الاستيلاء على أكثر من 5500 منزل سكني، والاستيلاء على أكثر من 1200 محل تجاري وصناعي. إفراغ 55 قرية من سكانها الأصليين.
والاستيلاء على أكثر من 1,000,000 دونم يعني 100,000 هكتار من الأراضي الزراعية. الاعتداء وتخريب الممتلكات العامة، طبعا هاي بالجملة من خلال السرقة وعمليات النهب للمرافق العامة والممتلكات العامة. تم توثيق أكثر من 23 شبكة تهريب منظمة بإدارة وقيادة فصائل المجموعات المسلحة وبإعاز من جيش الدولة التركية والاستخبارات التركية. 72 تفجير على الأقل، راح ضحيتها 145 مدني بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 300 جريح. 46 حالات اقتتال اشتباك داخلي بين الفصائل، نتيجتها قتل 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 25 آخرين. طبعا هاي الحصيلة نتيجة القبضة الأمنية والتعتيم الإعلامي وغياب المنظمات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات، التوصل إلى وبسبب تهجير السكان الأصليين من المنطقة، يعني الحصول على معلومات دقيقة تكون يعني هل المعلومات يعني الحصول عليها خلينا نقول بطرق صعبة، كون الوضع الأمني ما يسمح، التعتيم الإعلامي بالكامل، وكل إنسان أو كل شخص معرض للاعتقال والحبس. فلذلك المعلومات والإحصائيات تكون طبعا شيء الموجود على الأرض أكيد إذا ما نقول أضعاف أكيد يعني أكثر من الحصائل اللي نحن نحاول أنه نوثقها عن طريق سواء عن طريق المكتب التوثيق باللجنة ورابطة التآزر.